أعتقد إن كل شلة فيها اللي زي صاحبي ده. صاحبي ده كان بيحسبها بالسحتوت. السحتوت ده حاجة عاملة زي الجنيه دلوقتي يعني، ويمكن أقل شوية. لدرجة كنا قاعدين مرة في عرض في موسيقى في الغورية وهو مطلّع ورقة وقلم وبيحسب هو دفع إيه طول النهار. كان مشهور في الشلة بالموضوع ده. هو ما كانش بُخل على قد ما هو بيحب يحسب كل حاجة. حكاية النهارده بقى حصلت لمّا كنا بناكل مع بعض كشري. كانت شلة كبيرة، لأ كبيرة، كبيرة أوي يعني. كلنا، اتبسطنا، وفجأة قبل ما نقوم هو قام من وسطنا يحاسب. أنا لمحت الوضع وفهمته على طول. هو هيحاسب للكل وبعدين ياخد من كل واحد مننا المجمد، هيبقى معاه فلوس زيادة وأكنه ما حاسبش على طبقه. أسكت أنا بقى؟ لأ طبعًا. اتفقت مع كل واحد من الشلة إنه خلاص حاسب، ما حدش يدّي له مليم. لا، لا، لأ، مش للدرجة دي والله، هو كان عايز ياكل على حسابنا. طب ما ناكل إحنا على حسابه. أول ما خرجنا بدأ يطلب من كل واحد حسابه، كله بلا استثناء ما وافقش. حس إنه وقع في الفخ وبدأ يتقمص. طب هاتوا حتى فلوس أروّح بيها. لأ ما فيش. ومشينا كلنا روّحنا وسيبناه. بس ما تقلقش كده واحد صاحبنا صِعِب عليه ووصّله. يا ابن اللذينة. بس باحبه والله العظيم.